اهلا معاكم سارة. في فيديو النهاردة اضمن لكم انكم هتغيروا رأيكم عن الجبنة القريش وهتحبوها. فتخيلوا من الجبنة القريش هنعمل النهاردة الجمال اللي انتم شايفينه ده كله اكتر من طعم. يلا نبدأ نشوف ازاي هنعملها. هنبدأ اول حاجة بالجبنة القريش. طبعا قدامنا طريقتين، لو هي فريش وكريمية كده زي اللي انا جايباها فانا ههرسها كده بالشوكة واخليها كريمية شوية وتبقى زي البيوريه كده. اما لو هي عندي مش كريميه كده هحطها في الكبه وهضربها او بالهاند بلندر. مش حابه هنا ان انا اضيف عليها اي سوائل. تمام، انا حابه ان هي تاخد الشكل الكريمي. بعد كده هبدا ان انا اشكلها. هدهن ايدي كده بالزيت بين كل مره والتانيه، وهاخد كميه، ويفضل ان انا يكون عندي حاجه معياريه عشان تكون كل كور قد بعضها بنفس الحجم. وهبدا ان انا اضغط عليها عشان تمسك نفسها كمان وتحافظ على الشكل. وزي ما اتفقنا هندهن ايدينا بين كل مرة والتانية. بعد ما اخلص كل الكمية هنبدأ نعمل القطعم بتاعتنا. اول طعم هجيب السمسم، ويفضل هنا الني. لو انتم مش حابين طعمه ممكن نبدله بالسمسم المحمص. هنجيب كور الجبنة ونحطها في السمسم. وعندي هنا زعتر او دقة زعتر، هبدأ ان انا اغطيها بالزعتر. ممكن تحطوها في الطبق وتبدأوا تحركوا الطبق شوية، او ممكن تعملوا بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي. بعد ما نخلص الكمية كلها هنضيف عليها زيت زيتون. حاولوا انكم تملوا البطرمان كله عشان ما تاخدوش كمية زيت زيتون كتير، وممكن تبدلوه بالزيت العادي لو مش متوفر عندكم. جبت كمان البابريكا المدخنة. طعم البابريكا والكمون الاتنين هحطهم مع بعض في برطمان واحد، بيبقوا طعم الاتنين مع بعض حلو قوي. الفكرة في ان احنا نغطي البطرمان بتاعنا كله ونملاه بزيت الزيتون او بالزيت العادي. هي ليها حاجتين، ان احنا لو هنحتفظ بيها فترة طويلة فهتحافظ عليها وما يحصلهاش اي حاجة. اكيد ان البطرمان بتاعنا لازم يكون معقم وناشف قبل ما نستخدمه. تاني حاجة، انتوا مش متخيلين طعم الزيت اللي بيطلع من الجبنة بعد ما بسيبها فترة. باخد منه وبقدمه مع الجبنة، او ممكن اضيفه على اي نوع جبنة تانية. وممكن لو انتوا مش حابين تستخدموا كمية الزيت دي كلها فتقدروا تحطوها في علبة محكمة وتحطوا بس زيت الأول تحت كده في العلبة، وترصوا كور الجبنة وعليها حبة من الزيت. يفضل كده على كل كورة ان احنا نضيف عليها معلقة من الزيت، معلقة صغيرة كده، ونضيف الكمية بتاعتنا كلها، وهكذا بين كل مرة والتانية هنضيف زيت. وده شكلها النهائي. تقدروا تقدموها في اي وقت، في فطار، في عشاء. بحب ان انا اسيبها يوم كده شوية في الخلطة دي عشان تاخد من الطعم كله. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب يكون عجبكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.